بسم الله الرحمن الرحيم. معركة جسر حوران في خربة غزالة لليوم الرابع والأربعين على التوالي. يقوم أبطال الجيش الحر بفرض حماية من أجل عدم اختراق هذا المكان وفتح الطريق الدولي الواصل بين دمشق وعمان. قام المرابطون من أبطال الجيش الحر بسرية الهندسة المختصة بالتعامل مع الخط الأول من الجبهة، وأيضا قامت سريات مختصة أيضا بإقامة السواتر وتحصين هذا المكان من أجل عدم الاختراق. كما يحاول النظام منذ 8 أيام منذ يوم السبت الماضي لاقتحام هذه البلدة وفتح هذا الطريق، الشريان الرئيسي في هذه البلد في بلاد الشام المباركة، والذي لا يستطيع أن يخترقه بإذن الله تعالى حتى ولو دخل معه الدخلاء من أي مكان كان، لأن هذا الجسم يرفض أي دخيل عليه. أما بالنسبة لإدارة هذه المعركة فهي بقيادة غرفة العمليات المشتركة في حوران، لأن هذا العمل الاستراتيجي هو عمل يخص أو يعم حوران بأكملها،